الرسالة دي لكل اخواتي الصغيرين اللي لسه مخلصين ثانوية عامة، سواء طاير من الفرحة أو حاسس إن الدنيا قفلت في وشه. الفيديو ده ليك. لو نجحت أو جبت مجموع أعلى من توقعاتك، ألف ألف مبروك يا بطل. تعبك ما راحش هدر وربنا كرمك على اجتهادك. دي أول خطوة في طريق جديد وكلنا فخورين بيه. ولو نتيجتك ما جابتش اللي كنت بتحلم بيه أو مجموعك ما دخلكش الكلية اللي كنت بتتمناها، أنا فاهم إحساسك كويس أوي. الحزن طبيعي والخذلان صعب، بس ما تخليش ورقة تحدد قيمتك ومستقبلك كله. ولكل الناس اللي ما عدتش السنة دي أو اللي ربنا ما أذلوش يكمل السنة دي، اوعى تيأس. السقوط مش نهاية العالم، ده ممكن يكون بداية لقصة نجاح أعظم بكتير. كم واحد في الدنيا دي نجح نجاح كبير جدا بعد ما كان فاكر إنها النهاية. أكيد انتوا عارفين إديسون، فشل 1000 مرة قبل ما يخترع المصباح. وناس كتير أوي سقطت في دراستها وبقت النهاردة من أنجح وأغنى الناس في مجالات تانية خالص. الثانوية العامة محطة، مش النهاية. الكون مليان فرص وطرق كتير للنجاح. يمكن طريقك يكون مختلف، ويمكن ربنا شايلك الأفضل في مكان تاني خالص. قوم، سيبك من الإحباط ده، وخلي فشلك ده يديك دفعة لقدام أكتر وأكتر. قدامك فرصة جديدة تثبت بها نفسك لنفسك قبل أي حد. قيمتك مش في رقم، قيمتك في سعيك وإصرارك وإيمانك بنفسك. المستقبل لسه قدامك وتقدر تعمل أي حاجة بتحلم بيها. لو الكلام ده لمس قلبك، شاركه مع أي حد تعرفه يكون محتاج إنه يسمعه.